هوب سلام تو رعب. عليك اسمتي باسم عبد الله الشافعي المعروف ببلاير، واحد من اكثر الاشخاص اللي داروا الجدل في مواقع التواصل الاجتماعي. وانا ديك الساعه كنت في الجيني، كنت ديك الساعه في الجيني في الهندسه العسكريه في بنقير. كنت تما خويا العزيز، وكان واحد الفويه الجيني. واش عرفتي داك الفويه كيعامر بالعسكر والجدارميه كلشي بوك. الانسان كان في واحد المجال بعيد بزاف على الانترنت، ولكن فجاه ولا كيدير بوثوث مباشره وكيصد الاف المشاهدات. في هذا الفيديو غادي نعرفوا شكون هو عبد الله الشافعي، كيفاش بدات القصه ديالو، شنو السبب الحقيقي اللي خلاه يتشهر. عبد الله الشافعي هو شاب مغربي قبل ما يعرفوه الناس في مواقع التواصل. كان كيعيش حياه عاديه بحال بزاف ديال الشباب في المغرب. حسب ما قال في بعض الفيديوهات ديالو، فقد كان خدام في فتره من الحياه ديالو في العسكر، وهاد النقطه مهمه غادي نرجعوا لها، تقريبا اللي اسست الشهره تاعو. وهاد التجربه في العسكر خلاته يعيش بزاف ديال المواقف والقصص اللي بقاو عاقين في الذاكره ديالو. عاودنا على المعاناه ديال العسكر في الصحراء. خويا المعاناه ديال العسكر في الصحراء راه كلشي عارفو، متشابو ولا مسكينو والماء بالحساب وخاصو يعجن راسو، كيجيبوا ليه الخضره خامجه. بعد المده ديال الخدمه تغيرت حياه عبد الله الشافعي، وقرر يخرج من هذا المجال بسبب دوافع صحيه كما صرح، ويبدا مرحله جديده في حياته. في هذه المرحله كيتكلم فيها عن التجربه اللي عاشها والقصص اللي وقعت ليه، واللي كانت غالبا مواضيع ماشي الناس كاملين يقدروا يهضروا عليها. هادي واحد النهار خدامين انا واحد البلير، انا بلير وهو بلير، كانت عندنا واحد لانترفونسيون، والدرير البلير ود سلا تحياتي لي من المنبر. خدامين انترفونسيون وغتضرب تقريبا شي وحده. على وقت قرر عبد الله الشافعي يدخل عالم الانترنت. في الاول كان كيدير فيديوهات عاديه وبسيطه كيعطي فيها نصائح للشباب، ولكن البلان اللي شهرته بصح هو البثوث المباشره، اي ستريم، يهضر فيها بشكل خاص على حياته العسكريه اللي يقولوا دوزها في طايفوا المغرب. يلا قسموه. تخيل 18 واحد ولا 20 واحد على قبل حولي، كي غدير تقسم هذاك الحولي. ايضا كان كيناقش مواضيع اجتماعيه وقضايا مختلفه كيعيشها المجتمع، وهادشي اللي خلى الاسم ديال عبد الله الشافعي ينتشر بسرعه، ولا موضوع نقاش بين بزاف ديال الناس وتشهر. انا هنا ماشي جاي باش نقول لك واش هو على حق ولا هو غلط، لكن اللي كيعجبهم الاسلوب ديالو الصريح، وكاين كذلك اللي كينتقدوه كيختلفوا معاه في الاراء اللي كيقول. لكن رغم هذا الشيء كامل كيبقى كيوصل البثوث ديالو، كيزيد يتابعوا عدد كبير من الناس، لدرجه غمق على حبيبنا اللي كيخسر الهضره غير باش يخسرها وصافي. اللي كنظن بلي عرفتو كيحاول يدير اللي في جهده باش يرجع الواجهه. نرجعوا لعبد الله الشافعي، هذا ماشي موضوعنا. فين كاين دابا؟ في بعض البثوث الاخيره ظهر عبد الله الشافعي وهو خارج المغرب، حيت كيبان انه مازال مستمر في صناعه المحتوى والبث المباشر، ومازال كيتفاعل مع المتابعين ديالو في مواقع التواصل الاجتماعي. وهذا الفيديو غير لمحه من هذا السيد. بس عبد الله الشافعي كتبين كيفاش الشخص العادي يقدر فجاه يولي معروف في مواقع التواصل غير بسبب فيديو او بث مباشر ينتشر بين الناس، بالطبع مع التصريحات ديالو المعروفه. دابا السؤال اللي كنخليه لكم، شنو رايكم في عبد الله الشافعي؟ واش كتشوفوا المحتوى ديالو مفيد وحقيقي كما كيزعم، ولا مجرد جدل عبر الانترنت؟ الى هنا كان معكم دي بلاك ان شاء الله. إلى هنا سيداتي سادتي تنتهي سهرتنا لهذه الليلة. نتمنى لكم جميعا نوما هانئا وتصبحون على خير.